عام وانتم بخير. وطبعا فيديو النهارده هو الأكلة المقدسة عند الشعب المصري في الأعياد، وخاصة بقى في العيد الصغير أو بنسميه عيد الفطر المبارك. ايه يا ترى بقى الأكلة دي اللي كل الناس بتتفق عليها وكل الناس بصوا بتستناها من السنة للسنة، وبتستنى العيد بفارغ الصبر علشان يفطروا بقى ايه الأكلة الحلوة دي، خاصة بقى بعد كده ايه البسكوت وبعد الكحك والشاي والحاجات دي كلها ونوعم العيد عامة بقى بكل أنواعها. فكلنا كده بنشتري ايه الرنجة ونعملها بقى بطرق مختلفة. في بقى اللي بيحب ان هو يطقطقها كده على البوتاجاز بحبة زيت وينضفها يفصصها كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وفي اللي بيسلخ ايه الجلد بتاعها وكمان يحطها كده سليمة زي ما هي، وعليها بقى ايه الليمون سواء بالطريقة دي او دي بالليمون. وفي ناس بتعملها سلطة الطحينة وعليها خيار وبصل كمان. ولازما بقى اي طريقه من دول لازما يكون معاهم بقى طاسه البطاطس المحترمه كده زي ما انتم شايفين مع طبق الخيار. وفي ناس كمان بتحط بصل مع طبق الطحينه والعيش والحاجه ساقعه، والف هنا وشفا على قلوبكم.